السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي اتم صحة وحال. عندك لحمة بقى في الفريزر ومنتش عارفة تعمليها ايه، وزهقت من السلق وزهقتي من اللحمة بالخضار؟ تعالي اقولك على احلى واجمل وصفة للحمة. هاتي اللحمة وهاتي شوية بصل، وتعالي اقولك على احلى كباب حلة ممكن تعمليه، ومش هياخد منك وقت خالص وبدون اي افتكاسات. لحمة طرية جدا، لحمة ناعمة قوي قوي، تسوية مظبوطة، طعم وريحة ولا في الخيال. حاجة كده خطيرة. معايا بقى كده حتة لحمة طرية كده وحلوة من الموزة زي ما انتوا شايفين كده، يعني تكون ملبسة بسيط. هقطعها بقى لقطع صغيرة خالص زي ما انتوا شايفين كده، يعني اقطعها قطع كده، ولا تكون كبيرة قوي ولا اللي هي تكون صغيرة قوي، زي ما انتوا شايفين كده، قطع متوسطة اهو زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة معاكي قطعية اللحمة تكون من مكان كويس، تكون حتة ناعمة، تكون مش ما فيهاش دهن زيادة، يعني تكون ملبسة بس اللي هي ملبسة بسيط، يعني فيها دهون بسيطة. تكون ناعمة معاكي علشان تستوي بسرعة وما تاخدش منك وقت على النار، لان طبعا مش هنزود لها مية كتير ولا الكلام ده. شايفين التقطيع؟ احنا عايزين بقى التقطيع تكون بالحجم ده. معانا بقى تاني ايه؟ معانا ووك كده على النار، او طاسة او حلة اللي عندك، او صينية، اعملي في اللي موجود، بس يا ريت تكون حاجة ما بتلزقش، علشان اللحمة بتاعنا مش هيبقى فيها سوائل كتير، فما تتلزقش منك وتتحرق. تمام. معايا بقى شوية زيت كده، وهنحط عليهم معلقة كبيرة من الزبدة البلدي. اسيح الزبدة كده في الزيت كويس، وبعدين انزل بقطع اللحمة بتاعتي، تاخد تشويحة كده بقى محترمة كده، وتاخد لون يعني بني بسيط كده. هنديلها صدمة كده الاول، وبعدين نقلب فيها بقى تتشوح كلها مع بعضها وتاخد لون خفيف قوي. واهم حاجة واهم خطوة في كباب الحلة تشويحة اللحمة بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده، ولازم توصلي للون اللي انا هوريهولك دلوقتي. كل فترة بقى كده هقلب فيها لحد ما كلها تاخد نفس اللون. على ما اللحمة بقى تاخد اللون اللي احنا عاوزينه كده، هنجيب كمية بصل كده محترمة، يعني شوية بصل حلوين كده، وتقطعيهم بقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. تقطعيه جوليان، تقطعيه حلقات زي ما انت عاوزة، التقطيع اللي تريحك. اقطع بقى كمية البصل كلها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وانتي قاعدة بقى تتفرجي كده، لو لسه ما اشتركتيش في القناة انزلي تحت اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تبخليش عليا بقى باللايك الجميل بتاعك وكومنت حلو زيك، ودعوة حلوة كده من قلوبكم، ولكم بالمثل ان شاء الله. قطع بقى كمية البصل كلها زي ما انتوا شايفين كده. ومعايا اللحمة بتاعتي بقى اتشوحت كده وخدت اللون الخفيف اوي اللي انا بقولكوا عليه الجميل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين اللحمة عاملة ازاي؟ شايفين التشويحة الجميلة دي؟ شايفين اللون اللي هو يعني ذهبي خفيف اوي 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 كده؟ شايفة اللحمة ناشفة معاكي كده ومش جايبة مية، وخدت صدمة وتشويحة كده حلوة اوي. بعد كده بقى هنزل بمعلقة صغيرة فلفل اسود،
ومعلقة صغيرة من بهارات اللحمة، ومعلقة صغيرة قرفة مطحونة. الفلفل الاسود اهو. دي بهارات اللحمة، ودي معلقة صغيرة قرفة مطحونة. هقلبهم بقى كويس اوي كده، تشوحوا تشويحة برضو حلوة مع بعض كده لحد ما ريحة التوابل تطلع. بعد كده بقى هنزل بنص كمية البصل، نص كمية البصل بس، والنص التاني هقولكوا هنعمل فيه ايه دلوقتي. لما البصل اللي انا حطيته في الاول ده يدبل خالص، وتشوفي كده ان هو ما عادش له اثر ودبل بقى خالص كده وما عادش باين في اللحمه، هتقومي بقى نازله بالنص التاني. ومعايا بقى طماطمتين كبار كده مبشورين بشر ناعم، تبشرين بقى في المبشره كده وتحطيهم على اللحمه. والطماطم دي اختياري طبعا زي ما انت عاوزه، لو مش حابه تضيفي طماطم بلاش، لو حابه لونها يبقى فاتح معاكي حطي الطماطمتين اللي بقولك عليهم دول وابشرهم كده وحطيهم على اللحمه، تديكي لون جميل قوي قوي. وكمان يعني عارفه تخلي اللحمه معاكي جوسي كده ومش ناشفه قوي. اهو طماطمتين اتنين بس كبار مبشورين. عارفه انت لما تكون اللحمه كده ايه يعني ناشفه كده وعطشانه وتشربيها انت بقى كده بشويه حاجات كده فيها ميه، يا سلام على الروايح ويا سلام على الجمال والطعم اللي مفيش ألذ منه. هنا بقى خلاص البصل الكميه الاولانيه اللي انا حطيتها خلاص دبلت خالص، ما عادتش باينه في اللحمه. هنزل بقى ببقيه البصل بتاعي واديله تقليبه كويسه كده واشوحهم تشويحه كويسه قوي كمان مع بعض. بعد كده بقى يكون عندي ميه مغليه في الكتل، ما تنزليش بميه بارده، لازم تكون الميه مغليه. شايفين شكل اللحمه بالبصل عامله ازاي؟ شايفين اللحمه ناشفه ازاي ومتماسكه كده مع بعضها واخده صدمه حلوه. تنزلي عليها، شايفين البقبقه دي؟ لازم بقى البقبقه بتاعه بتاعه الصوص ده، شايفه؟ تنزلي بميه سخنه تديك البقبقه دي. هنسيبها بقى تعيش مع نفسها كده شويه، ودايما ايدي فيها، وكل ما الميه تنقص وتنشف ازودها شويه ميه صغيرين. نشفت برضو تاني واللحمه لسه ما استوتش، ازود شويه صغيرين، يعني هزود كوبايه بكوبايه. تمام. هو ده اللي بيديكي طعم كباب الحله بقى اللي انتي بتشوفيه من بره ده، والطعم اللذيذ والريحه التحفه. يعني ما تغرقيش الدنيا كده ميه وتقولي ده ايه ده طعم، مفيش خالص طعم كباب حله، دي لحمه مسلوقه. لا، انت بتزودي شويه ميه صغيرين بشويه ميه صغيرين علشان تاخدي منها احلى صوص. خلاص كده اللحمه بتاعتي بقى استوت. انا زودت لها تقريبا 3 مرات ميه، اول مره زودتها معاكم، تاني مره برضو معاكم، وتالت مره بقى ما حبيتش ان انا يعني اوجع دماغكم بقى، فزودت لها كمان شويه ميه اللي هما الاخرى اللي فيها دي. وهظبط بقى الملح بتاعي واسيبها تعيش مع نفسها شويه لحد ما توصل للجمال اللي انتوا شايفينه ده. معايا هنا بقى صينيه التقديم، انزل بقى كده بالجمال. الله، لو انتوا معايا وتشموا الريحه، يا لهوي على الريحه والجمال والطعم التحفه. اقسم بالله العلي العظيم طعم تحفه 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 خطير. والله طعمها جميل جدا جدا جدا، والتسوية مظبوطة قوي قوي، واللحمة جميلة جمال بطريقة مش معقولة. شايفين بتتقطع معايا بسهولة ودايبة ازاي؟ شايفة ما شاء الله حاجة كده جميلة قوي قوي قوي. بألف هنا وشفا على قلوبكم. يا ريت يا ريت نفسي كلكم تجربوا كباب الحلة او اللحمة بالبصل بالطريقة دي، وان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. انا عملت جنبها بقى رز ابيض بالحبهان والمستكة، عملته معاكم قبل كده على القناة. وهنقدم بقى اللحمة بتاعنا بالشكل ده وتسويتها مظبوطة جدا جدا جدا. ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. و
اشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة وفي رعاية الله. السلام عليكم.